السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. تعالوا بقى نعمل أكلة حلوة كده، والملوخية طالعة بقى الأيام دي، وأحلى ملوخية طبعا الملوخية البلدي. أول حاجة كده معانا مية مغلية حطينا فيها بصلاية وفلفل أسود وورق لورا وحبهان، ومعانا ديك بلدي كده. يعني أنا بحب الفراخ البلدي الديوك بتبقى أحلى من الفراخ بكتير أوي، لان مبيبقاش فيها دسم كتير وبيبقى فيها لحم، وفي نفس الوقت بيبقى طعمها حلو ومغذية جدا عن الفراخ البلدي. بالذات لو حد تعبان عنده نزلة برد كده او محتاج كده ايه يعني صحة شوية كده، بيجيبوله ديك دايما، معروفة من زمان يعني. بنحطها بقى في المية المغلية كده لغاية ما تستوي، يعني تغلي غلوة كده، وبعد كده بوطي النار. بحب اسوي الفراخ على نار هادية كده، بتعمل شوربة حلوة وفي نفس الوقت بيبقى سوى الفراخ حلو. والفراخ طبعا مينفعش تبقى نص سوا، لازم يبقى سوا كامل. ومعانا هنا بقى بصلايه كبيره وفلفلايه رومي وفلفل سبايسي، وحطيت عليهم فلفل اسود ورشه من الملح علشان نعمل بقى احلى صينيه بطاطس. وحطيت ورقتين لورا، يعني صينيه البطاطس مش بحب احط فيها التوابل غير الفلفل الاسود ورق اللورا، ولو امكن حبهان، مش اكتر من كده. وهنا بقى البطاطس قطعتها تبقى سميكة كده علشان طبعا ما تتهريش مننا، لان البطاطس مش بتستحمل. وحطيت معلقة سمنة كبيرة ورشة من الزيت كده بسيطة. وهنا طبعا حطيت حوالي 3 طماطميات كده مخلوطين على 5 بطاطسيات، وقلبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. والطماطم بحب افرمها خشن كده، يعني مش ناعمة اوي. وهنا بقى الكبدة والقناصة بتاعة الديك حطيتهم مع البطاطس، بيبقى طعمهم حلو جدا. ونقلب بقى كله كده في بعضه لغاية طبعا، ونحط الملح وكل حاجة، لان مش هينفع نحط الملح بعد كده في صينية البطاطس، لان طبعا من الصعب ان هي تتقلب عشان ما تتهريش. وهنا بقى حطيتها على نار هادية وغطيت عليها، نخلي بالنا علشان بتلزق بسرعة جدا. حطيتها على اصغر عين. وهنا بقى جبت برام وحطيت كده نص معلقة سمنة في القعرية، وحطيت حوالي كيلو الا ربع من الرز كده، وعليهم 4 معالق كبار من القشطة اللي هي وش اللبن. وبعد كده هحط معلقتين كده سمنة بلدي او معلقة كبيرة سمنة بلدي، وهقعد بقى ادعك الرز في السمنة البلدي والقشطة كده علشان يتغلف لي كده الرز مع السمنة البلدي والقشطة. وحطيت رشة زيت، ما تنسوش رشة الزيت دي علشان الرز يبقى مفلفل وبيلمع كده وحلو. وبعد كده عندي لبن مغلي، لازم اللبن يبقى سخن، وانا مسخنة البرام في الفرن قبلها كده ب5 دقايق. نزلت بقى على كيلو الا ربع من الرز، يعني حوالي كده كيلو من اللبن. وكملت بالمية، لازم مية علشان المية هي اللي هتسويلي الرز في البخار، يعني البخار بتاع المية هو اللي هيسويلي الرز. وبعد كده حطيت طبعا الملح، ونظبط الملح ونخلي بالنا للملح يعني يزيد، لانه مش هيبقى حلو. وحطيته بقى في الفرن وشغلت فوق وتحت، وسبته كده على نار هادية لغاية ما يستوي. كان معايا بقى الملوخية متخرطة، حطيت كوبايتين شوربة كبار على حوالي يعني ازيد من ربع كيلو ملوخية، او اقل من نص بشوية كده. طبعا بحمر الديك كده الناحية التانية. حطيت الملوخية بعد ما الشوربة غليت، وحطيت مرقة الدجاج، وطبعا نظبط الملح. ونقعد بقى نقلب الملوخية. انا بحب الملوخية تقيلة كده تتغمز، اللي حابب يعملها اخف يزود الشوربة عن كده. وهنا بقى بحمر الديك زي ما قلتلكوا سليم كده. واول كده ما الملوخيه تقوم ما نخليهاش تغلي قوي عشان ما تسقطش مننا. معايا معلقه سمنه كده مع يعني معلقه توم صغيره وكزبره ناشفه. وطبعا بنعمل الطشه بتاعه الملوخيه. يعني انا مش بحب اكتر اول تقليه في الملوخيه، يعني طبعا زي ما تحبوا بقى، حابين تكتروا كتروا. وهنا بقى زي ما انتم شايفين لون الملوخيه تحفه بجد. بحب ملوخية الصيف جدا عشان الخضار بتاعها، وطبعا بتبقى حلوة عن ملوخية الشتاء خالص. وننزل بقى كده بالطشة زي ما انتوا شايفين. وزي ما انتوا شايفين بقى العرق بتاع الملوخية والسمك بتاعها الحلو اللي يتغمز ده. في ناس بتحب تشربها بالمعلقة، وفي ناس بتحب تغمزها. احنا بنحب نغمزها فبعملها تقيلة. هنا بقى البطاطس بعد ما استوت واديتها وش كده في الشواية. وهنا الرز بعد ما استوى زي ما انتوا شايفين، وغطيته شوية كده بعد ما طلع.
وهنا بقى ايه الديك بعد ما اتحمر والاكل كان خلص معايا، بس ما كنتش جاهزة ان احنا يعني نغرف الاكل دلوقتي، بس برضو لازم اوريكم الرز من جوه بيبقى عامل ازاي. اظن ما شاء الله الاكلة يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الاكلة المفضلة بالنسبة لي رز معمر وصينية بطاطس وملوخية، واي حاجة بقى جنبها لحمة فراخ، او حتى لو ما فيش انا بفضل الاكلة دي جدا. هنا بقى زي ما انتم شايفين الرز طري وحلو ومفلفل كده من جوه، والملوخية بقى تقيلة وحلوة كده، والبطاطس طبعا طرية وحلوة. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.